حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. جايلكم النهارده في فيديو جديد في مطبخ خلا نور. وحشتوني كتير كتير يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. صباحكم تفاؤل، صباحكم طاقه ايجابيه، صباحكم نشاط، صباحكم معطر بالذكر الرحمن يا حبايب قلبي. الله يصلح حالكم يا رب ويفرحكم. كل اللي فرحني وحطوا لي لايك ما تحرمش منكم يا رب. ربنا يزيدكم كده من نعمه يا حبايب قلبي. شكرا على الكومنتات الجميله، وشكرا على اللايكات الحلوه اللي بتسعدني. ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم ويرزقكم الخير دايما يا حبايب قلبي. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم كل اللي وقف معايا، وكل اللي حط لي لايك حلو زيه، والكومنتات الجميله اللي بتجيلي، واخواتي الحلوين اللي بيسالوا عليا وبيتصلوا عليا. ما تحرمش منكم يا حبايب قلبي. شكرا لكل ام وكل اخت وكل اخ وقف جنبي، يجعله في ميزان حسناتكم يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب قلبي عشان ما نطولش عليكم، نشوف هنعمل ايه النهارده. جايه لكم في فيديو جديد. يعني ايه، انا كنت عملتها قبل كده بس هعملها تاني عشان البنات الامارات اللي عايزه تتعلم واللي مش واخده بالها بتتعمل ازاي، فاحنا نعلم بعضنا يا حبايب قلبي. هنعمل النهارده كفته الرز. هعملها معاكم من اول تكه لاخر تكه. يلا حطوا اللايك وتعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا يا حبايب قلبي، صباحكم رزق وصباحكم نشاط وصباحكم طاقه ايجابيه يا حبايب قلبي. يلا نشوف هنعمل ايه. هنا يا حبايب قلبي معايا كيلو رز. هغسله بقى واسيبه يتنقع شويه عقبال ما احضر المكونات بتاعته، يكون هو اتنقع كده وزاد وبقى زي الفل. فانا هغسله غسله حلوه اهي. دي كيلو رز. هشوفها بقى ان لما تروح عند الست اللي بتعمل اللحمه هتقول لها حط لك كيلو وربع لحمه، ولا هتحط لها كيلو، ولا هتحط لها كيلو الا ربع. هي اللي هتكرر لها بقى هتحط لها الدقيق. فانا هنا هغسل الرز غسله حلوه اهو، لما ميته تروق زي اللي بالطبخ بالظبط. وبعد كده اسيبه يتنقع شويه عقبال ما احط المكونات. كل ما تسيبيه يتنقع الرزات تبقى مفدغه وحلوه اهو يا بنات. هغسله غسله حلوه كده اهو، ايدك كده اهو فين، وتسيبي الميه عليه كده. سهله وبسيطه ومفيش اسهل منه، وعندي العيال بيحبوها عشان كده بعملها دايما، واعملها واسيبها في الفريزر. وقت ما بيضيق بيكي بقى ومش لاقيه طبيخ بتطلعي كيس الكفته، كيس الطماطم، وتقومي طبخ. بتبقى حلوه في البيت قوي يا بنات. كل شيء في البيت نعمة، كل شيء في البيت حلو. اوقات يبقاش معاكي فلوس ولا حاجه تقومي مطلعه من اللي عندك في البيت وطبخ. كل حاجه حلوه يا ولاد، وكل حاجه نعمه واحلى من الفلوس اهو يا ولاد. هغسله بقى واسيبه يتنقع شويه لغايه لما احضر الحاجه بتاعته، واحط له بقى ميه نضيفه. هحط بقى ميه اهو يا حبايب قلبي واسيبه يتنقع لغايه لما انا اغسل الخضره واجيب البصل والحاجات اللي هتتحط عليها احضرها اهو. اسيبه بقى كده اهو على جنب، اروح اجيب الحاجات وارجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي الخضره انا كنت شارياها ومنقياها ومخليها زي الفل اهي. يا دوبك هغسلها كده اهو. من التراب اللي فيها والطين والحاجات ده اهي لازم تتغسل وتبقى معاكي زي الفل. اغسلها كذا فم كده اهو عشان لو فيها تراب ولا فيها اي حاجه تقوم نازله. اي حاجه فيها لازم تشيليه، اي خضار تجيبيه من بره لازم تغسليه غسله حلوه علشان خاطر بيبقى ملوث. احنا لازم نغسل الحاجه مره واثنين وثلاثه يا بنات.
كده ميتها بقت زي القشطه اهي. همسكها بقى انا اشيل هشيل العنق اللي هي فيها فوق ده اهي الوحشه، ونخرطها نص خرطه كده اهو يا ولاد. هشيل بس الوحش ده اهو، العيدان المفرعه فوق ده الوحش. اهو يا بنات. هخرطها بقى هنا في الصينيه قطعه كده هنا نص خرطه كده، يعني مش خرط كبير، هي كده كده هتضربها لها وتخليها لها زي الفول. لو الكبه بتاعتي تتحمل كنت انا ضربتها، لكن انا بضربها عند الست اللي انا بضرب عندها دي عشان المكنه. هنا برضو معايا بصله اهي كنت مقشراها وعيناها في التلاجة، فجي وقتها بقى نعملها برضو. اخرج برضو البصل على الخضره اهي. يبقى انا كده يبقى انا كده حطيت الخضره وعليها البصله اهي يا بنات، سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده. وهنزل بقى بمعلقه توم كبيره، عندك توم صحيح حط، ما عندكش حط زي ما انا هحط كده. هحط لها حته حلوه كده عشان يبقى ريحتها حلوه، بتبقى ريحتها حلوه والثوم فيها بيبقى ريحته زي العسل. هصفي بقى الرز. تعالوا نحط البهارات الاول، او تعالوا نصفي الرز. هصفي الرز اهو يا بنات، بس ما نشيل الحاجات اللي في الحوض دي عشان ما تسدش الحوض. ايدك في الحاجه اول باول كده تلاقي كده معاكي زي الفل. هصفيه تصفيه حلوه كده اهو عشان ما يبقاش فيه ميه. اهو يا بنات شايفين الميه لازم تصفيه حلو. هنزل بقى بالرز اهو. هنزل بالبهارات بقى يا بنات. البهارات ايه بقى؟ فلفل اسمر، فلفل اسمر وكمون، شعر الكمون والكزبره ما عنديش، رينال هتجيبه وهي ماشيه. وهنا شطه وشويه 7 بهارات صغيرين برضو اهو. ورينال تجيب كزبره وهي ماشيه ونحط لها كزبره واحط لها مكعب ماجي. اهو يا بنات كده خلصت اهي. يبقى انا حطيت كده يا بنات، يبقى انا حطيت الخضره وحطيت البصل وحطيت الثوم وحطيت الرز وحطيت فلفل اسمر وملح وكزبره وكمون وشويه 7 بهارات. هتحط بقى اللحم وواحده ماجي
هتحط عليها بقى يا حبايب قلب اللحمه، هتشوف هتاخد كيلو لحمه ولا كيلو الا ربع ولا كيلو ربع، هقول لكم لما هي تروح وتيجي. هنا حبايب قلب رنان راحت عملتها وجاتها هي خدت زي ما قلت لكم كيلو لحمه، زي ما انا قلت لكم لما اجي هي تعملها وتجيبها وتيجي هقول لكم هي خدت قد ايه لحمه. حطيت كيلو رز على كيلو لحمه يا بنات. عايزه تزودي لحمه ازيد من كده زودي، عايزه تقللي قللي انت وراحتك. شوفي انت عايزه تعملي ايه اعملي. وحطيتها في التلاجة اشمعت شويه اهي. هنكفتها بقى مع بعض يا بنات. دوقي حطيها، لو عايزه ملح حطي، لو مش عايزه ما تحطيش، لان انا ما بستطعمش. وطلعت يا جماعه حدقه. سامس. لا مش حدقه. هنا حبايب قلبي بقى انا عجنتها اهو، عملت فحره في النص كده اهو. هحط حبه زيت اهو، هحط شويه الزيت، وبعد كده اقوم دهنه ايدي كده اهو يا بنات، ايدي نضيفه وزي الفل اهي. وهقوم مكفتها بقى، عايزه الصابع كبير عايزه الصابع صغير انت وراحتك اهو يا بنات. انا بخليه حلو ايه كده متوسط، ولا كبير قوي ولا صغير قوي اهو. وريهم كده يا بنات اهو يا بنات. هعملها بقى اوريكم كمان واحد اهو. كل ما ايدي تنشف بدينا نقطه زيت كده علشان خاطر ما تبقاش ايديا ناشفه تقوم العجينه لازقه في ايدي. فلازم تعمليها قوي كده علشان ما تفكش مني. هي بسم الله ما شاء الله ضربها لها ناعمه وجميله اهيت وزي الفل اهو يا بنات. الصبع دي حلوه قوي، ولا اكبر ولا اصغر. عايزه انت بقى تكبري كبري، عايزه تصغري صغري. لو وصلتوا لغايه كده يا بنات ما تنسوش اللايك الحلو. امسكها بقى كلها كفتها كده اهو، واقوم في الاخر قاعده قليها بقى. بتيجي تطلعي الحاجه بتبقى في التلاجة عندك بتبقى جميله احسن من الفلوس زي ما قلت لكم. بتبقى الحاجه في البيت حلوه. لو ما فيش عيل تحت ايدك بتقومي مالكه بقى مطلعه كيس الكفته وكيس الطماطم الصلصه اللي انت مفرزاها، وتقومي طبخه شويه الرز وفضل ونعمه من عند ربنا. عن ما انت تقومي بقى تحتاري، ممكن ما يبقاش عيل موجود، يبقوا في الدرس، يبقوا هنا يبقوا هنا، تكوني محتاره على الطبيخ. والحاجه عندك بقى في الفريزر بتقومي مطلعه مشكله بقى براحتك. الحاجه زي ما قلت لكم يا بنات كذا مره اقول لكم احسن من الفلوس. همسك بقى الكفته كده اهو يا حبايب قلبي، اخليها زي القشطه كده اهو. هي ناعمه وجميله وزي الفل. هي بسم الله ما شاء الله ضربها لها حلو قوي، ولا فيها رزايه كامله، كلتها ناعمه وزي القشطه. لازم تقفصيها في ايدك كده اهو علشان ما تفكش منك. هخلص بقى يا حبايب قلبي الكميه دي وارجع لكم تاني. الكفته هي كفتها وخلتها زي القشطه اهي. هنولع بقى نقليها يا بنات. بسم الله ما شاء الله كيلو الرز فرط اهوت معايا كتير. هولع على الزيت بقى علشان خاطر نقليها. عايزه تعينيها اكياس عينيها، عايزه تعمليها كده اعمليها. انا قلت انا ببقى عينها ساعات عجينه، بس المره دي قلت نقلها بقى وخلاص علشان خاطر ساعات ببقى مش موجوده او تعبانه ولا كده اكفت. انا كنت دايما والله بقلاها كده وبعينها كده يا بنات، بس قلت المره دي بقى نسيب اللي هي يعني لو انت عايزه تعينيها عجينه عينيها، مش عايزه تعينيها عجينه عينها كفته كده اقليها واعملها اكياس زي ما انت تحبي يا حبيبه قلبي. هملي بقى الطاسه. تعالي كده يا رنان. انا حاطه البوتاجاز هنا يا ولاد، بعمل في المطبخ تنظيف، بنضف المطبخ، فنقله البوتاجاز هنا لغايه لما انا اخلص المطبخ. فانا هنا بملي الطاسه اهو، احط زيت وامي ماليه الطاسه وليه. وعندي بقى اما تسقع بقوم انا عامله ايه بقى يا ولاد، بقوم عبيها في اكياس تلاجه. هاتي كده يا رنان وريهم اهو يا حبايب قلبي. هملي الطاسه كده واضيقها، وعايزه تحط دار تاني عليها حط. هي كده كده مفيش يعني مش هتخسر معاكي ولا كلها هتحمر. ما بقلبهاش واحده واحده، بقوم مقلباها مره واحده. هملاها كده اهو الطاسه
سيبيك اهو يا ولاد. همسك بقى الطاسه كده اهو تملاها كلتها. بتيجي بقى نقاه تبقى جاهزه معاكي، وتقومي مطلعه الكيس بكيس. تعملي الكيس بقى على قد الطبخه ويبقى معاكي زي الفل. هسواها بس كده اهو واحط لها كمان صباعين. عندي العيال بيحبوا الكفته دي، فعشان كده انا بعملها دايما، ما بمنعهاش من عندي في الفريزر. بيحبوها عن اي طبيخ تاني. اهو يا بنات بملى الطاسه خالص كده اهو. كده كده انا حاطه زيت كتير فتحمر معايا حلو. هسيبها بقى تحمر، وعند ما تحمر هوريكم انا عايزه الحمار ان هو. حطوا اللايك يا بنات لو وصلتوا لغايه كده، ما تنسوش اللايك. هنا حبايب قلبي بقى بقلبها اهو. تعالى كده يا بنات، بقلبها على الجنب التاني اهو عشان كلها تبقى حمار واحد اهو يا حبايب قلبي. كده بقلبها علشان تبقى كلها ايه يا حبايب قلبي، تبقى كلها سوى واحد، حمار واحد. هاتي يا همسه وانا احطها. هاتي يا همسه. شاطر اهو يا بيه. العيال توليني ده تولي. حكى على يا رينات. اقول لك القلم بيغلط. ما هو كريم اما بيحضر الواحد ما بيركش. انت يالا وانت بتنفضي ما تسيبوش يطص فيكي كده. مكنيلي اعدال. بقلب اهو يا حبايب قلبي علشان حمارها يبقى حلو. لو وصلتوا لغايه كده حطوا له لايك حلو زيكم كده يا بنات يا امارات يا جمال. لا والنبي البوتاجاز هنا في حته حلوه عن المطبخ. المطبخ ضيق يا ولاد، وانا كنت بنضفه وبخليه زي القشطه، فلسه ما فرشتوش ولا لسه رجعت البوتاجاز مكانه. حاسه ان البوتاجاز مكانه هنا حلو وواقفه براحتي. حاطه عليا كده يا نور وواقفه براحتي. جوه بقى بيبقى المطبخ ضيق، فهنا قلت بختي يفضل لنا، بس ما ينفعش. هيفضل لنا ازاي؟ فانا قلت بقى يا ولاد مش مدخله البوتاجاز الا لما افرش بقى المطبخ واخليه فينش كده، الفينش الاخير. النظافه حلوه والصيف بيحب النظافه عشان الحشرات والحر ده اهو. لو انت ايدك مش في الحاجه على طول هتلاقي عندك حشرات. انا كنت في يوم لقيت صرصار صغير كده، دي سبب اللي انا خلاني اهد المطبخ من اوله لاخره. قلت اما الحقه لا يكون جاي من البلاعه ولا حاجه. كنت سايبه البلاعه مفتوحه بالليل فجي صرصار، فدي سبب اللي انا نكت الضلف ونكت المطبخ وخليته زي الفل. والله ما لقيت اي حاجه ولا لقيت ولا دبايل. هنا يا بنات اهوت الكفته احمرت اهي. مش هحمر بقى ازيد من كده. تعالى كده يا بنات اهو. حمرها دي حلوه قوي وجميل عشان ما تنشفش منك وتبقى وحش اهو. وريحتها جميله في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي زي العسل، جميله وريحتها حلوه والخضره فيها والثوم والكزبره والشبت مخلينا ريحتها زي القشطه. كلفي الحاجه تلاقيها، لا تعملي الحاجه صح لا ما تعملهاش. حتى سواء في الشغل بحب برضو طالما وقفت اروق الحته ولا انضف الحته. طالما وقفت لازم انضفها حلو. اصل انت كده كده وقفت بقى، ما تكسليش. هتكسلي زياده.
اهو يا حبايب قلبي كده حمرها حلو قوي، كفايه عليا كده. تعالي خدها بقى كده هنا يا حبايب قلبي بطلعها بس بصفاها حلو كده اهو من الزيت، ومش هعباها في الاكياس دلوقتي خالص الا لما تسقع براحتها. هملي بقى الطاسه برضو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اي همس، قومي يا همسه كده اعمليه يلا. طلعي لك واحد تاني واعمليه. تعالي يلا، تعالي يا جيف. محدش عايز همسه وكريم يا ولاد، اللي يعوز همسه وكريم يكتب لي في التعليقات ببلاش، مش عايزه فلوس، هديكوا فلوس كمان. اللي ياخد همسه وكريم احضرهم الاتنين مع بعض زفت. المدرسه والدروس لهم دو، وبرغم ان الدروس والمدارس بيتعبوني برضه. اكتبوا الواجب احفظهم، مفيش فايده. نار وكبريت الاتنين لما بيتجمعوا مع بعض. حكى على ايه همس؟ اللي بيضحك. اللي عايز همسه يا ولاد يكتب في التعليقات. كريم مش بدله عايزة تكييف. خلاص. اما كريم بدله تكييف. وكريم بداله بتقول لكم رنات تكييفه. اللي عايز كريم ياخده ويجيب تكييف. والله عايز همسة ياخدها ويجيب مروحة. ده متى مروحه؟ مروحة، بس مروحة نضيفة بقى غالية. اهو يا حبايب قلبي بتاع كده يا رنان. مليت الطاسه اهو بقى يا ولاد، هعلي عليها النار واسيبها بقى ايه تتحمر براحتها. هنا يا حبايب قلبي خلصت الكفته اهي، قلت الكميه كلها اهي يا حبايب قلبي في منتهى الجمال وزي العسل اهي. وسبتها، انا كنت قلتها على بيان وسبتها بقى لما سقعت خالص اهي، ما رضيتش اعباها في الاكياس عشان تبرد براحتها وتبقى زي الفل. فهي بردت اهي. هعبي بقى الطبخه على قد ما احنا هناكل. عايزه تعملي كيس كبير على قد يومين اعملي، عايزه تعملي على قد يوم اعملي على قد يوم. فانا هنا بقى معايا الاكياس اهي، هعبيها بقى يا بنات على اساس انت وراحتك بقى. حطي على قد طبختك، اهم حاجه تسيبها لما تسقع وتبرد خالص. اهو يا حبايب قلبي هعبي على قد الطبخه بالظبط، بتبقى جميله بقى يا حبايب قلبي وتبقى زي العسل. مش هربط الا الاخر، ربنا مثلا كيس يبقى صغير كيس يبقى كبير، في الاخر بقوم ربطها. سبتها، اهم حاجه تسيبيها لما تسقع، ما تعبيهاش لو هي سخنه علشان ما تطرش وتبقى وحشه معاكي. اهو يا بنات ما بكبرش الاكياس قوي على اساس انا عندي بحط معاها بطاطايه وهي بتطبخ، بحب معاها بطاطايه كده بتبقى عطيها نكهه حلوه وطعم حلو. الاكياس ديت انا بحبها عندي على طول يا بنات، على اساس لما بكون بعبي حاجه زي كده بتبقى موجوده، بحبها تكون موجوده في البيت. اجي اعبي حاجه ولا محتاجه تبقى الاكياس موجوده. مكبراها وفي اكياس مصغراها على قد اليوم. الكفته دي كان زمان والدتي لما تيجي تعملها كنا تقعد اللي تقليه ناكله اللي تقليه ناكله في الكفته دي. كنا الاول
بنحبها أوي وما زال بنحبها برضه. اهم يا بنات. همسكها بقى الاكياس كده اهو، اخرج الهواء اللي فيها واقوم ربطها. حطوا اللايك يا بنات لو وصلتوا لغايه كده، حطوا اللايك حلو كده لاختكم، لايك حلو كده من قلبكم، وكومنتاتكم الجميله العسل اللي بتسعدني دي. اهو يا حبايبي، عامله كيس على قد اليوم كيس على قد اليوم وكيس على قد اليومين يا حبايب قلبي. اهو نلم بقى الحاجه حوالينا كده. زي ما قلت لكم الاكياس دي ما بحبش اقطعها من عندي في الشقه، باجي اعمل حاجه زي كده بتبقى موجوده عندي. جبت طماطم وضربتها ولا حاجه، الاكياس دي بتبقى موجوده. اهو يا بنات، اهو عملتهم اهو يا حبايب قلبي. طلعوا قضيت 4 5 6، طلعوا 6 اكياس اهو. كفته قلتها وظبطتها وخليتها زي الفل معاكم. اقول لكم على مكونات تاني. اول حاجه جبت كيلو رز، حسب الكميه بقى زي ما انت تحبي، عايزه تعملي نص عايزه تعملي كيلو انت وراحتك. جبت كيلو رز، حطيت عليه خضره محشي اللي هي الكزبره والشبت، عايزه تحط بقدونس حط. وقمت جايبه يا حبايب بصله كبيره حلوه كده خرطتها، وشويه توم كده مدقوقين حطيتهم عليه. وقمت يا حبايب قلبي حاطه البهارات، كزبره وكمون وفلفل اسمر وملح، والشعره شطه دي اختياري، ومكعب ماء وملح. عايزه تحطي الفرن. وحطيت شويه 7 بهارات يا حبايب قلبي، وديتها اتضربت عند الست هناك في بتاع المفرمه، وجابتها يا حبايب قلبي وصبعتها. ودي شكل النتيجه. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ويبقى عند حسن ظنكم حبايب قلبي. متنسوناش في اللايكات الجميله اللي بتسعدنا. ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم ويرزقكم الخير دايما احنا وانتوا يا رب. يلا يا حبايب قلبي، فيديو جديد واشوف وشكم على خير يا احلى متابعين هلا نور.